غرامة 65,000 يورو. هذه النحلة الجميلة الرائعة اللي بتطعميكن عسل، وإذا قرصتكن بتخليكن ما بتناموا ليل نهار، ولكن فيها شفاء. يا جماعة، في بداية هذا الفيديو سمعونا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اسمي علاء خلف، إعلامي مستشار قانوني في ألمانيا. النحلة أو الدبور وكل طبعا غرامة تصل إلى 65,000 يورو من يعيش في ألمانيا، ويعني إنه بيقتل هاي النحلة. بصراحة ما حدا بيقتلها، لأنه بصراحة ما حدا يعني هيك بطلع. يا جماعة، ما تقتلوا النحل. النحل غرامة 65,000 يورو في ألمانيا. يعني نحلة، مجرد نحلة صغيرة، دبور، أي اللي بطعميكم عسل، أي 65,000 يورو. يعني تصوروا إنه بحال إنه حدا شافكن، حدا بلغ عنكن، الشرطة شافتكن عم تقتلوا دبور، نحلة. طبعا بتعرفوا هي السنة ما شاء الله الأمطار لسه لهلا، يعني هي السنة ما هي معروفة صيفة من شتاء، لأنه لحد هلا يعني انتوا اللي عم تشوفوا الفيضانات، المطر من يوم أولت امبارحة. الله أكبر، كان المطر مو طبيعي، وما شاء الله الأمطار كثيرة والأشجار كبيرة. يعني العشب عم بيزداد وإلى آخره. رح يصير فيه كتير أزهار، يصير فيه كتير حشرات، ومن بيناتها النحل والدبابير اللي طبعا طبعا ديروا بالكم. تحذير في ألمانيا من هذا الأمر. إذا أنتم عملتوا هذا الشيء، قتلتوا هذا، وحدا شافكم أو حدا بلغ عنكم بأحد الحدائق، يعني حدا شافكم وبلغ عليكم، انتظروا مخالفة قدرها 65,000. شاركوا هذا الفيديو. هلا ممكن أنتم تقولوا هذا عم ينزح معنا، ولا لا لا، عن جد والله. يعني هذا الشيء موجود في ألمانيا. هلا ممكن انتم متابعيني ببلد تاني ولا هذا الشيء مو صحيح او هيك. لا لا، في ألمانيا قانونيا 65,000 قد تصل الغرامة. يعني تصوروا هذا الشيء. اعطوني آراءكم، هل يوجد هذا الأمر في بلدكم؟ وهل انتم مع حماية الحيوانات أو حماية الفراشات، الزهور، النحل، ولا يعني شلون؟ يعني هو شان حماية الطبيعة بس. هذا على خلف يحييكم. أراكم على خير بالفيديو القادم. إلى اللقاء. لا تنسوا الاشتراك.